سنة أولى ابتدائي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ عارفة ان بقالي كتير ما صورتش، بس النهاردة انا جايه لكم مراجعة على الوحدة التانية في اللغة العربية. يلا بينا نراجع على الوحدة التانية في اللغة العربية. أول درس عندنا كان في قصة الاستماع. كان اسمه ايه؟ كان اسمه عالم الحيوان. اسمه ايه؟ عالم الحيوان. طب تعالوا كده نفتكر عالم الحيوان ده كان بيتكلم عن ايه. كان في ولد اسمه سامي. اسمه ايه؟ اسمه سامي. سامي كان بيحب ايه؟ سامي كان بيحب الحيوانات. ماشي. في يوم الأجازة بابا جهز فيديو ليه بيتكلم عن ايه؟ عن حيوانات الغابة. عن حيوانات ايه؟ حيوانات الغابة. طيب، سامي وهو قاعد مع باباه وقاعد يتفرج على الفيديو، بيقول لك شاف أسد كان قاعد تحت الشجرة. أسد كان قاعد ايه؟ تحت الشجرة. وبعد كده بابا قال له ايه؟ الاسد هو ملك الغابة. الاسد هو ايه؟ ملك الغابة. وقال لك هو الحيوان، هو حيوان قوي. صح ولا لا؟ الاسد حيوان ايه؟ حيوان قوي. يبقى الاسد احنا عرفنا ان هو حيوان قوي، وعرفنا ان هو ايه؟ ملك الغابة. بعد شوية سمع البلبل وهو بيغني. سمع ايه؟ سمع البلبل وهو بيغني. كان صوته جميل. كان صوته ايه؟ جميل. فشعر بالسعادة. فشعر ايه؟ بالسعادة. بقول لك ومن خلف الشجرة كان في أرنب بيجري. كان في أرنب إيه؟ بيجري. ماشي. وكمان شاف نملة. وكمان شاف إيه؟ نملة كانت بتجر حبة كبيرة قوي. ماشي. عشان كده قالك برضو النملة قوية. طيب، سامي في الآخر بقى قال لبابا إيه؟ قال له إن هو اتعلم كتير عن عالم الحيوان، فهو عالم عجيب. ده كان قصة عالم الحيوان اللي بنتكلم عنها. طب بيقولك هنا أكمل. سامي يحبه. سامي قلنا بيحب ايه؟ الحيوانات. عايزاك تجاوب معايا، واي شاطر بيجاوب معايا يكتب اسمه تحت في الكومنتات. طب بقولك هنا جهز الاب فيديو عن الحيوانات برضو. في السؤال رقم 3 بقى بيقول لك قال الاب الاسد. الاسد ايه؟ كان ملك الغابة. ملك الغابة. طب الارنب كان ماله؟ الارنب سريع جدا. طب بيقول لك في السؤال رقم 5 سامي تعلم الكثير عن عالم الحيوان. سهل ولا صعب؟ مس اسماء ده سهل جدا. طب بيقول لك هنا اقرأ ثم أصل كل كلمة بما يماثلها. دي الكلمات الشائعة بتاعت الدرس. يعني بيقول لك هنا و ال وي كلمة ماذا. فين الوا اهي. فين ال اهي. فين ماذا اهي. بس كده. مس اسماء ايه الشطاره دي بجد؟ يعني انا عايز اعرف مين الشاطر اللي كان بيحل معايا، يكتب اسمه تحت في الكومنتات بسرعه عشان اعرف ان هو شارك معايا. طب النشيد اللي كان عندنا كان اسمه نشيد ايه؟ اسمه لوحتي الجديده. لوحتي ايه؟ الجديده. وكان بيقول ايه؟ سأرسم الأسود والفيل والقرود وأرنبا وقطا وثعلبا وبطا وبلبلا ونسرا وبومة وصقرا في لوحتي الجديدة عن غابة سعيدة. صح؟ بيتكلم عن ايه؟ عن لوحة انا هجيبها تبقى جديدة، وهرسم فيها اسود وفيل وقرود، وهرسم ارنب وقطة وثعلب وبطة وكمان بلبل ونسر، وكمان هرسم بومة وصقر. طب الغابة دي بقى ايه؟ هتكون عبارة عن ايه؟ عن غابة سعيدة. اللوحة عبارة عن غابة سعيدة. طب يقول لك استخرج من النشيد اللي فوق ده كلمة جمع. عايز كلمة جمع. كلمة جمع يا مس أسماء. كلمة جمع الأسود. دي جمع أسد. جمع يعني كتير. طب مفرد يعني حاجة واحدة. طب عايز كلمة مفرد. ياه في كتير. في مثلا أرنب. كلمة بها تنوين بالفتح. تنوين بالفتح. تنوين بالفتح أهو. أرنبا. كلمة بها تنوين بالكسر. سأرسم الأسود والفيل والقرود وأرنبا وقطا وثعلبا وبطا. ثعلبا فيها مس أسماء تنوين بالفتح، وبلبلا فيها تنوين
بالفتح برضو، ونسرا وبومة تنوين بالفتح ايه مسكرا، في لوحة الجديدة عن غابة اهي فيها تنوين بالكسر. طب عايز كلمة بها شدة قطا. طب عايز هنا حرف اللي عليه الشدة الطه. كلمة بها سكون يا مس اسماء، سكون. ممكن احط كلمة زي كلمة سأرسم ماشي، او ممكن احط نسرا من الحيوانات. الحرف اللي كان عليه السكون ايه هو؟ حرف السين. طب كلمة بها ياء ملكية، ياء الملكية دي بتبقى تخلي الحاجة ايه بتاعتي، لوحتي فيها ياء ايه؟ الياء ملكية. كلمة بها تاء مربوطة، غابة أو سعيدة. بقولك عامة ترسم اللوحة، هنرسم اللوحة عن ايه؟ أو أكتب ترسم اللوحة عن غابة سعيدة. بس كده يا شاطر، كده نكون خلصنا النشيد وأول درس. طيب بعد كده هناخد حرف ايه؟ احنا عندنا طبعا في كل وحدة في عندنا مراجعة على الحروف، فاحنا دلوقتي هناخد ايه؟ هناخد حرف اللام. ناخد حرف ايه؟ اللام. حرف اللام لما بيبقى فيه فتحة بيبقى اسمه لا، تحتيه كسرة لي، فوقيه ضمة لو. السكون بقرأها مع اللي قبليها. لا لبن، لا لحم، لا ليمون، لي لسان، لي لص، لي لفت، لو لعبة، لو لؤلؤ، لو بالون. طب اللام لما يكون فيها سكون ثلج، السكون بتخليني اقرا الحرف يعني الساكن مع اللي قبله. ثلج، دلو، كلب. طب بيقول لي هنا ارسم دائرة حول حرف اللام. حرف اللام لحم، اللام هو مس اسماء. جمل، اللام هو. كلب، اللام هو في الوسط اللي عليه سكون. يلعب اهو اللام بعد الياء. لازم نتعود يا سنة أولى إن إحنا الأول نقرأ قبل ما نكتب. طب بيقولك هنا رتب الحروف ثم ادمجها لتكوين كلمة. عندي هنا اللام والميم والنون. لام وميم ونون ممكن يعمل إيه؟ نمل. طب عندي هنا باء وحاء ولام، باء وحاء ولام. حبل. طب عندي هنا عين ولام وميم وباء. ايه ده يا مس اسماء؟ ممكن اعمل كلمة ملعب. طب عندي هنا لام وفاء بس اللام فوقيها شدة، فينفع تيجي الأول؟ لأ، يبقى هعمل كلمة فل. طب يلا نقلب الصفحة. عندنا هنا حرف السين. حرف السين فوقيه فتحة ساء، فوقيه كسرة سي، فوقيه ضمة سو. سا سمكة، سا سرير، سا سفينة. طب سي ستارة، سي سنجاب، سي كرسي. سو سفن، سو سكر، سو سلحفاة. طب السين فيها سكون جسم، نسر، مسمار. طب عندي هنا بقى في التدريبات بتاعتي بيقول لي هنطق الاول وبعد كده هحلل. احنا قلنا في التحليل قطع كل حرف في مقطع الا لو في مدود او سكون. ساعتها بقول ايه؟ الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. عادي هنا في سكون في مدود يبقى اقطع كل حرف لوحده. السين لوحدها، يعني انا قلت هنا سحب، سين لوحدها، الحاء لوحدها،
والباء لوحدها. كلمة فأس. انا هقول الاغنية بتاعتي: قطع 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 كل حرف في مقطع، لو مفيش مد ولا في سكون. طب انا عندي مس اسماء في سكون، دي سكون ولا مد؟ لا، ما تنفعش تبقى مد عشان هنا الالف فوقيه حركة السكون، والمد ما بيجيش فوقيه حركات ابدا. فعندي هنا هاخد الساكن مع اللي قبله، فالفاء مع الالف والسين لوحدها، فأس. طب هنا نسر، في ايه؟ في سكون، الساكن مع اللي قبله، النون مع السين والراء لوحدها. طب عندي هنا بيقول لك سل كل حرف، كل كلمة بالحرف، ماشي. عندي هنا السين في أول الكلمة، هنا السين في وسط الكلمة، هنا السين في آخر الكلمة بس ماسكة في اللي قبليها. طب هنا السين في آخر الكلمة بس مش ماسكة في حاجة، يعني قبليها حرف رافس. هنا ايه؟ سين. هنا كلمة شمس، شمس مس اسماء، ده في آخر الكلمة بس ماسكة في اللي قبليها، يبقى نختار السين دي. هنا فستان، هنا ماسكة في اللي قبليها وفي اللي بعديها، يبقى هي في وسط الكلمة. هنا سمك في أول الكلمة. طب هنا رأس في آخر الكلمة وقبليها حرف رافس. بس كده، ده كان حرف السين. تعالوا ندخل على حرف النون. نون بالفتحة نا، بالكسرة ني، بالضمة نو. نا نمل، نا نخل، نا نار، ني نيل، ني نسر، ني نسناس، نو نجوم، نو نور، نو نقود. طب النون بقى وفيها سكون: بنت، أنف، منشار. طب بيقول لك هنا لون القلب الذي يحتوي على حرف النون. انا هجيب لون من عندي، ماشي، ونلون القلب اللي يحتوي على حرف ايه؟ على حرف النون. بصوا انا جبت اللون الاصفر اللي هو ده عشان ما لقيتش قلم رصاص قدامي. مس اسماء دي نون؟ نون، هلونها اهو. طب هنا دي فاء، ملونهاش. طب دي ده حرف الباء، ملونوش. طب ده نون في اول الكلمة، الونه. هنا نون في وسط الكلمة، الونه. طب هنا ده حرف السين. طب هنا ده حرف النون، الونه. سهلة جدا. بيقول لك ضع علامة صح امام الكلمة التي بها حرف النون. هنا ارنب فيها نون. طب هنا ذهب ما فيهاش نون. هنا نجوم فيها نون. طب هنا ظرف ما فيهاش برضو النون. بس احنا كده خلصنا حرف النون. طيب يا ابطال، عندي هنا حرف الراء: را، ري، رو. را رجل، را رف، را رأس، ري ريشة، ري رسالة، ري رجل. شايفين بحركة واحدة بس، يعني هنا في سكون فوق الجيم، تو هنا في ضمة فوق الجيم، ماشي، بحركة واحدة بس غير معنى الكلمة نهائي. هنا بقت كلمة، بقت رجل يعني راجل عادي. طب هنا رجل، الرجل بتاعتك. طب هنا رو، رمان، رو رمح، رو رموش. طب الراء لما بيكون فوقها سكون: برج عشان بقرأ الساكن مع اللي قبله، ورد، درج. بس طب بيقولك هنا انطق ثم حلل. هنطق الاول بعد كده حلل. هنا بحر، بحر مش اسماء ده في سكون، يبقى الباء مع الحاء عادي، الباء مع الحاء. نمسح النقطة دي. استنوا يا ابطال، انا بجيب الاستيك عشان امسح معاكم اهو. الباء مع الحاء. طب كده فقر، فقر، الفاء مع الالف عشان فيها سكون، والراء لوحدها. طب هنا حبر، حبر، الحاء مع الباء والر لوحدها. طب بيقول لك هنا بقى ايه؟ بيقول لك هوصل
الحرف الراء، يعني هوصل اي كلمة فيها حرف الراء بالراء اللي في المثلث ده. عندي هنا فيها حرف الراء؟ لا. طب هنا شجرة، فيها راء اهو. هنا كرسي اهو برضو. طب هنا ثعبان ما فيهاش. طب هنا أرز فيها. طب هنا رمان فيها. أوسط. طب بعد كده اسمع الحرف اللي عليه الدور ايه يا ترى؟ حرف الفاء. حرف ايه؟ حرف الفاء. فاء. مين الشاطر اللي هيقول لي كلمات فيها حرف الفاء؟ كلمات فيها حرف الفاء يا مس اسماء. زي فراشة. زي ايه كمان؟ زي فيل. زي فانوس، فانوس رمضان. زي فيشة. زي ايه كمان؟ تقولي تحت في الكومنتات كلمات فيها حرف الفاء عشان اعرف انتوا وصلتوا لحد الجزء ده. فا، في، فو. فا فراشة. فا فهد. فا فم. في فيل. في فئران. في فنجان. طب فستان. فول. فل. طب الفاء لما يكون فيها سكون؟ ضفدع. طفل. مفتاح اهي فيها سكون. طب هنا بيقولك وصل او وصل بقى، بيقولك صل كل حرف بكلمته المناسبة. يعني هنا حرف الفاء في اول الكلمة، هنا في الوسط، هنا في الاخر، هنا في الاخر. طب تعالوا نقرأ الاول. انف. انف. مش اسماء ده في الاخر بس ماسكة في الحرف اللي قبليها، اوصلها بدي. طب هنا رف في الاخر برضو بس قبلها حرف اناني، ما ينفعش تمسك، اوصلها بدي. هنا فم في البداية اهي. طب هنا لفت في الوسط. طيب بيقول لك هنا اختر الشكل المناسب لحرف الف اللي هو حرف الفاء واكتبه اذا كان كده او كده او كده او كده. هنا انف. طب هنا فراشة. طب هنا طفل اهو الطفل. طب هنا ظرف، اكتب الفاء كده صح ولا لا؟ وكده اخترت كله. طيب الحرف اللي عليه الدور حرف ايه؟ حرف الكاف. تعالوا نفكر في كلمات بحرف الكاف. مس اسماء كراسة او كتاب او كرسي او ايه تاني او كلب، صح ولا لا؟ طب يلا نشوف الحركات. كا، كي، كو. كا كلب. كا كأس. كا كعبة. كي كتاب. كي كيس. كي كيوي. كو كرسي. كو كوب. كو كرة. طب الكاف يسكن. مكتبة. مكواه. ركبة. طيب بيقولك لاحظ أشكال حرف الكاف واختر الشكل المناسب. يعني عندك هنا مكتبة مكتوبة بالشكل ده ولا بالشكل ده؟ بالشكل ده يا مس أسماء. طب حط عليه دائرة وهو متصل. طب حرف الكاف في كلمة ديك مكتوب بأنهي شكل؟ ده ولا ده؟ مكتوب بالشكل ده، حط عليه دائرة. حرف الكاف في كلمة كرسي مكتوب بالشكل ده ولا بالشكل ده؟ مكتوب في أول الكلمة متصلة أهي، برافو عليكم. طب كلمة ملاك كده ولا كده؟ مكتوبة كده، برافو عليكم. يلا نقرأ سوا عشان نقدر نستخرج كلمات بها حرف الكاف. بيقولك هنا يحب كرم لعب الكرة وفي إحدى الأيام وقع على ركبته فمنعه الطبيب من لعب الكرة. منعوا الطبيب من اللعب بالكرة. طيب يا مس أسماء أنا عايزاكم تحطولي خط تحت كل كلمة فيها حرف الكاف. يحب كرم لعب الكرة وفي إحدى الأيام وقع فيها كاف. دي قاف يا مس أسماء، برافو عليكم. ركبته فمنعه الطبيب من لعب الكرة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. اهي دي الكلمات كلها اللي بحرف الكاف. يعني لما يقولك استخرج الكلمات بحرف الكاف هكتبهم بقى كده. هنا كرم
هنا الكرة، والكرة عاملة عليها مرتين فهكتبها مرة واحدة. هنا قبته بالهاء مش بالتاء مربوطة اهو. بس كده يا حلوين اهو جالنا حرف القاف. شفتوا ما حرمتكوش من حاجة نهائي. يعني هنا بيقول لك قا قي كو، والقاف من الحروف المفخمة، الحروف التخينة، بقولها كده بصوت تخين. قا قدم، قا قمح، قا قصر، قي قرد، قي قيطار، قي قطة، كو قطن، كو قبعة، كو قنفذ. طب القاف فيها سكون، مقلمة، صقر، ذقن. طب بقولك ارسم دائرة حول حرف القاف. قطن اهو يا مس اسماء. بقرة اهو. صادق القاف اهو. قمر اهو يا مس اسماء. بس كده. طب بقولك حلل بقى كلمة قدم. قاف لوحدها، والدال لوحدها، والميم لوحدها، عشان بقولك قطع 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 كل حرف في مقطع، بدل ما فيش ولا مد ولا في سكون. طب هنا بندق، بندق في سكون يا مس اسماء، اعمل دايره على الساكن عشان يبقى الساكن مع اللي قبله واكتبه هنا لوحده بن. طب بعد كده كل حرف لوحده، الدال لوحده والقاف برضه لوحده. بس كده. سهله ولا صعبه؟ بس اسماء سهله جدا. احنا عندنا دلوقتي خلاص خلصنا الحروف كده. احنا عندنا قصة ماذا تأكل. قصة ايه؟ ماذا تأكل. تعالوا افكركم بالقصة قبل ما نحل عليها. يلا بينا. انا كان عندي في القصة بيقول لك ايه؟ كان عبارة عن حيوانات بتسأل بعض، بتقول لهم ايه؟ بيقولوا لبعض ايه؟ ماذا تأكل؟ ماذا ايه؟ ماذا تأكل؟ بيقول لك في الاول سأل الكلب الدب. سأل الكلب ايه؟ الدب، وقال له ماذا تأكل؟ رد الدب عليه وقال له انا باكل السمك. ماشي. بعد شوية سأل الدب الجمل وقال له ماذا تأكل؟ رد الجمل وقال له الخس. الجمل بياكل ايه؟ خس. احنا قلنا كده ان الدب كان بياكل السمك، طب والجمل كان بياكل الخس. طب الجمل لما سأل الفرس وقال له يا فرس انت بتاكل ايه؟ ماذا تأكل؟ رد عليه وقال له انا باكل السكر. الفرس راح سأل مين؟ سأل الفأر وقال له يا فأر ماذا تأكل؟ رد عليه الفأر وقال له ايه؟ باكل جبن. الفأر راح سأل الأسد وقال له ماذا تأكل؟ رد عليه الأسد قال له باكل الفأر. هم 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 هم. الأسد كان عايز ياكل الفأر بقى خلاص هو بياكله. طب تعالوا بقى نشوف. بيقولك اكتبوا الكلمات الناقصة في مكان النقط. يعني عندي هنا الأسد، الدب، والخص. بيقولك أكل الجمل. أكل إيه؟ الخص طبعا أهو. طب بيقولك أكل نقط اللحم. مين اللي أكل اللحم؟ بص هو بياكل لحم برضو الأسد. ماشي. يعني هو بياكل اللحم وكمان بياكل الفأر. ماشي. طب بيقول لك سأل الكلب. مين سأل الكلب؟ مين؟ الكلب سأل مين؟ الكلب سأل الدب. طب بيقول لك اختر الكلمة المناسبة. ياكل الدب. الدب قلنا بياكل ايه؟ بياكل السمك. طب ياكل الجمل. الجمل قلنا بياكل ايه؟ الخس. ياكل الفرس. الفرس قال بياكل الخس ولا السكر ولا الجبن؟ قال بياكل السكر فرس. طب ياكل الفأر. الفأر كان بياكل ايه؟ بياكل الجبن. طب ياكل الاسد. الاسد كان بياكل ايه؟ السمك ولا الخس ولا الفأر؟ قال هاكل الفأر. طب بقولك بقى ادمج لتكوين كلمة. ألف وسين ودال. أسد. ألف وسين ودال بكون ايه؟ أسد. طب جيم وميم ولام. جمل. برافو عليكم يا ابطال سنة أولى. دلوقتي هنراجع مع بعض على المدود. هنراجع على ايه؟ على المدود. يلا بينا. قلت المد بالالف بيحب ايه؟ المد بالالف بيحب الفتحه، لازم يجي على الحرف اللي قبليه على طول فتحه. بصي يا مس اسماء، زي كلمه باع.
كتاب. طب المد بالياء بيحب الكسرة، لازم يجي على الحرف اللي قبليه تحتيه على طول لازم يجي كسرة. فيل. طب هنا قيل. طب المد بالواو او مد بالواو بيحب ايه؟ بيحب الضمة، لازم يجي على الحرف اللي قبليه دايما ضمة. توت. حوت. مس اسماء، طب الحرف اللي قبليه ده اسمه ايه؟ اسمه ممدود. طب ما تعالوا نراجع كده على المد والممدود. عندي باع. فين المد؟ المد يا مس اسماء هنا مد بالالف، يبقى اكتب هنا الف. باع. فين الممدود؟ الممدود دايما الحرف اللي قبل المد، حرف الباء. طب هنا باء. فين المد؟ الالف. فين الممدود؟ التاء. طب هنا فيل. فين المد؟ الياء. فين الممدود؟ حرف الفاء. طب هنا حوت. فين المد؟ الواو. فين الممدود؟ حرف الحاء. طب هنا أسود. فين المد؟ الواو. فين الممدود؟ حرف السين. طب هنا بومة. فين المد؟ حرف الواو. فين الممدود؟ حرف الباء اللي قبل المد. بس كده. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. طب ما تيجوا نراجع على آخر حاجة، هي أسماء الإشارة. هي إيه؟ أسماء الإشارة. أنا عندي كام اسم إشارة؟ بص، أنت هتاخد بعد كده تكملة بقية أسماء الإشارة، بس اللي أنت هتراجع عليهم النهاردة معايا في المراجعة على الوحدة التانية هذا وهذه. هذا وإيه؟ هذا وهذه. هذا بستخدمه مع الولد، وهذه بستخدمها مع إيه؟ مع البنت. واخدنا قبل كده المذكر والمؤنث. لو عايزين فيديو مراجعه على المذكر والمؤنث اكتبوا لي تحت تم في الكومنتات علشان اعمل لكم فيديو مراجعه عينيا الاثنين. بس اهم حاجه اكتبوا لي تم او اكتبوا لي مذكر ومؤنث عشان ايه؟ افتكر بس ان انا اصوره. ماشي. هذا بستخدمه مع المفرد المذكر او اللي هو الولد. هذه مع المفرد المؤنث او البنت. يعني بقول ايه؟ هذا معلم. طيب مع البنت بقى هقول ايه؟ هذه معلمة. بصوا الفرق بين معلم هنا مفيهوش تاء مربوطة. طب معلمة في المؤنث اخرها هو تاء مربوطة. طب فلاح هقول هذا ولا هذه؟ سامعاك اللي بتقول هذا، برافو عليك. طب لو عايزة اقول هذه هقول هذه ايه؟ برافو، هذه فلاحة، شاطر. طب بقول لك ساعة. ساعة. هذه ساعة. طيب كتاب. هذا يا مس اسماء ده ولد. ولد ده مذكر. هذا. مقلمة دي مؤنث، هي غير عاقل بس مؤنث، احط لها هذه. طب هنا فلاحة. هذه فلاحة. طب هنا مهندس. هذا مهندس. بس كده يا حلوين، دي كانت المراجعة على الوحدة التانية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشيروا وكومنت واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين شرح ايه الفترة الجاية مع المنهج. بس كده، باي باي.